يستذكر المسلمون اليوم وفي كافة أنحاء العالم مولد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي يأتي في 12 من شهر ربيع الأول من كل عام هجري، حيث تقام الاحتفالات الدينية بهذه الذكرى العطرة الجليلة. مراسلتنا آسيا عطلة حضرت مظاهر الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف في السودان وعادت لنا بالتقرير التالي. الفرح أضاء ميادين وساحات مدن وقرى السودان احتفاء بذكرى مولد خير خلق الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. تدافعت جموع المسلمين هنا وأحالوا هذه الميادين إلى ساحات عشق إلهي ومحبة لرسوله المبجل. إن الأمة الإسلامية اليوم في فرح هي مأمورة به، فقد قال الله سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وإن الفرح الذي يجده كل إنسان في قلبه بهذا الاحتفال الذي هو دون ما يستحقه النبي صلى الله عليه وسلم هو أمر رباني، وبالتالي فإن العزوف عنه هو عزوف عن أمر الله سبحانه وتعالى. والخيام قد تبرجن وأعلن الهيام تزدحم بالمريدين، جمع غفير، غير أنه وكأن كل واحد منهم في عالمه الخاص، منعزل في خلوة وحده يناجي الحبيب وكل بطريقته. والمساحات تتسع لأنشطة شتى تتناسب وفرحة العيد. نقول اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. فنحن ترجمنا هذه المقولة عمليا بأنه نحن نحاول نوفر خدمات علاجية لرواد المولد الشريف. أيضا عندنا مخيم بتاع بصر بيستهدف هذا العام حوالي 3000 مستفيد، بيتم فيه كشف نظر وتقديم نظارات وتصغير صحي مجانا لرواد المولد الشريف. ونحن نعتقد أنه ده نوع من أنواع الاحتفال بميلاد خير الأنام، وهي خير احتفال أن احنا نقدم خدمة للي بيحتاجوها من أمته صلى الله عليه وسلم ومن المسلمين ومن غير المسلمين. جاءوا بكل الحب وعادوا بأكثر مما جاءوا به. ينفض موسم وتبقى المحبة موارة، ووعد بلقاء في ربيع قادم بإذن الله. آسيا عطلة لقناة الآن، الخرطوم.